جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا نلتقي بكم مع البرنامج الأسبوعي قضايا أريتريا، وفي هذا اللقاء من قناة سلام الفضائية يطيب لنا في البدء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، في حلقة اليوم كما عودناكم أن نتناول القضايا التي تهم مجتمعنا الأريتري بصفة خاصة، ومن هذه الأمور المهمة بنية هذا المجتمع وركائزه الأساسية. اليوم نتناول قضية المرأة الأريترية، مسؤوليات وفرص في إطار القيم الإسلامية، ذلك أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وربنا عز وجل يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حديث هام ومهم حول المرأة وأهميتها ومكانتها ودورها الدعوي ودورها في بنية المجتمع والحفاظ عليه. في بداية هذا الحديث الطيب المبارك إن شاء الله يكون الاستهلال عن فضيلة الشيخ عن مكانة المرأة في الإسلام وما وهبها الله عز وجل من حقيقة تميز وعناية. فتفضلوا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مكانة المرأة في الإسلام يكفي أن نتحدث عن الإسلام باعتباره رسالة الله سبحانه وتعالى الخاتمة للبشرية، فهي من الله عز وجل وليس من أي خلق من المخلوقات. هي ليس نتاج فكر بشري ولا اجتهاد تشريعي إنساني، بقدر ما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالمكانة هنا موضوع من الله عز وجل الذي خلق الذكر والأنثى. وإذا أردت على الأقل أن تتبين حجم المفارقة ما بين مكانة المرأة في الإسلام ومكانتها في التصورات الوضعية، سواء كانت من ناحية تاريخية أو كان ذلك من ناحية أيضا واقعنا المعاصر، ستلاحظ هنالك فرق كبير جدا. فما قبل الإسلام مثلا المرأة فعلا كانت محل إشكال سواء عند العرب أو كان ذلك أيضا عند الأعاجم. فالمرأة كانت وضعيتها وضعية رديئة جدا. كان العربي يتوجس أو يعني يتألم عندما يبشر بالأنثى، ومع أنهم كانوا ينسبون الأنثى إلى الله سبحانه وتعالى، فعاب الله عليهم ذلك. لأن الواحد منه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم قد يصل به الأمر إلى أن يقتل بنته التي بشر بها. فوصلت على كل الحالة في الجاهلية إلى هذا المستوى، ما كانوا يرون الأنثى شيئا ذا قيمة. كذلك الحضارات الأخرى، سواء كانت الحضارة الصينية والحضارة بشكل عام الحضارة الكونفوشية صينية على حضارة الهندوس، أضف إلى ذلك الحضارات الغربية في إطار أديانها المبدلة والمحرفة. إلى وقت قريب تقريبا لم تكن المرأة تنال، يعني كان حتى الفلاسفة يختلفون في كينونتها، هل هي أصلا كائن إنساني أو ليست كائن إنساني؟ هل هي من عالم البشر أم من عالم الشياطين؟ فكان الجدل فلسفيا ووضعيا كان كبيرا جدا. لكن بالنسبة للإسلام، الإسلام باعتباره رسالة الله سبحانه وتعالى يعطي التكريم ابتداء للطرفين. ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم يدخل فيه الجميع ذكر وأنثى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأول شيء في إطار المكانة أن الله سبحانه وتعالى ساوى بينهم جميعا وكرمهم جميعا في المكانة الإنسانية.
فجميعا هم من بني آدم وهم بشر وهم إنسان، وبالتالي التكريم الإنساني ينالهم جميعا. هذه الجزئية. الجزئية الثانية، سنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أيضا كرم المرأة من حيث التكليف كما كرم الرجل من حيث التكليف. الرجل مخاطب بالتكليف والمرأة مخاطبة أيضا بالتكليف. سنلاحظ وهنا تأتي مسألة التكليف من البداية، منذ لحظة إني جاعل في الأرض خليفة، بعدها مباشرة جاءت الآيات الحديث عن آدم عليه السلام وهبوطه إلى الأرض. قلنا اهبطا منها جميعا، قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم. فإذا كلاهما كلفا بمسألة إيه؟ بمسألة اتباع الهدي المنزل من الله سبحانه وتعالى الذي سيكون مدار الاستخلاف ومدار الأمران في الأرض ومدار المحاسبة الأخروية. إذن هذه أيضا من الأشياء التي تبين مكانة المرأة في الإسلام. النقطة الثالثة، منحها الله سبحانه وتعالى كافة الحقوق، ما يسمى اليوم بالحقوق المدنية، اللي هي حق التملك وحق المال وحق التجارة وحق البيع وحق الشراء وحق التوريث وحق الهبة وحق القبول للهبة. كل هذه الأشياء المرأة من حقها أن أو متمتعة بها في الشريعة الإسلامية كاملة. أيضا المرأة في إطار التكليف فيما يتعلق بالتكليف الرسالي، الله سبحانه وتعالى ذكر الطرفين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا المرأة أيضا مكلفة في دوائر القيام بالرسالة، اللي هو أن أقيموا الدين، مكلفة مثل الرجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا. فباختصار شديد جدا سنلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى وضع لهذه المرأة مكانة عظيمة في دينه، فستلاحظ ذلك في شتى مجالات الحياة. فكرمت المرأة إنسانا، وكرمت المرأة زوجة، وكرمت المرأة أما في الإسلام، قال أمك قال أمك قال أمك، وكرمت المرأة أيضا وهي طفلة، بحيث حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال وحرمانها من الحياة والبقاء الذي كانت تعاني فيه الجاهلية. وكرمت المرأة أيضا كرمت المرأة أيضا وهي بنت، لأن الله سبحانه وتعالى جاز على من ربى بنتين أو ثلاث بأن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. إذن أنت أمام حالة تحتفي بالمرأة وتهتم بالمرأة وتضع المرأة في مكانها اللائق بها، وليس كما هي حالة الجاهلية المعاصرة أو الجاهلية القديمة في أنها تضع من شأن المرأة ولا. هنا نحن نتكلم عن الرسالة المنزلة حتى تكون الصورة واضحة، ولا نتكلم عن سلوكيات وممارسات بعض المسلمين هنا وهناك عندما ينحرفون أو تصيبهم بعض أشياء الجاهلية، فيكون نفس الإشكال الذي عاشه العربي في التأفف من البنت أو من الفتاة أو كذا، التضايق عندما يبشر أحدنا، هذا كلها صيغ جاهلية. لكن نحن نتكلم عن الدين المنزل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. المرأة فيه مكرمة، والمرأة فيه عاملة، والمرأة فيه مجاهدة، والمرأة فيه داعي الله سبحانه وتعالى، طبعا كل بحسبه وبحسب طبيعته. والمرأة مكرمة في أسرتها وهي زوجة، وبالتالي التكريم يطالها من كل وجه. جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الاستهلال وهذا البيان حول يعني هذه المرأة التي سمعنا كيف أن التكريم شاملها من يعني جوانب عدة. حقيقة المرأة الأريترية يعني لها حضور وشهود في مجتمعنا في الكثير من مراحل الحقيقة اللي مرت فيه النضال والأمور الأخرى التي حقيقة هي كانت شاهدة وحاضرة. ونحن نعلم أنه من الإسلام حقيقة يعني ربنا عز وجل أمر بالدعوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يعني هذه الدعوة أقصد هي بهذا المنطلق، بما أنها مع الرجل في التكليف ومأمورة بهذا الأمر. نريد من فضيلتكم أن نقف حقيقة على رسالة المرأة في يعني هذا الجانب المهم، كيف يمكن أن تكون داعية لله عز وجل وفق يعني ما لتؤدي الرسالة التي عليها إن شاء الله. نعم، طبعا بالنسبة للنقطة الأولى التي تكلمنا فيها كانت حول مكانة المرأة في الإسلام بشكل عام، لكن إذا أردنا أن ننزل قليلا الواقع العملي والواقع الميداني، ستلاحظ أن المرأة حاضرة في كل مشهد الدعوة في الرسالات.
يعني لا تكاد المرأة تغيب عن أي مشهد من المشاهد. فستلاحظ أنها مثلا حاضرة في في مشهد موسى عليه السلام، حاضرة في مشهد إبراهيم عليه السلام. يعني ستلاحظ الأنبياء وأزواجهم الصالحين أو الصالحات تحديدا كانوا دائما مذكورات في الكتاب العزيز. يذكر الله تبارك وتعالى قصة آسيا ونشأتها وطبيعتها ومفارقتها لفرعون، ويذكر الله تبارك وتعالى مريم عليها السلام وصديقيتها وعفتها، ويذكر الله تبارك وتعالى أيضا زوجة موسى عليه السلام، تلك الفتاة التي ارتبط بها موسى عليه السلام في مدين وأوصافها. ويذكر كذلك يذكر لنا التاريخ قصة أول من تلقى واحتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي وكان يرتعد ويخاف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. كانت خديجة رضي الله عنها تلك المرأة التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية الرسالة، وكانت تسنده وتقف معه، بل كانت تمده بالمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الرسالة لم يثبت لنا أنه مثلا كان مشغولا بالبيع والشراء أو بالانشغال الحياتي بقدر ما كان منشغلا برسالة ربه. وكانت خديجة كما هو معلوم في كتب السيرة أنها هي من يمول النبي صلى الله عليه وسلم بالمال ويقف وراءه ويسنده ويشجعه ويعينه. فإذا المرأة على كل في تاريخنا بشكل عام ستلاحظ أنها حاضرة. إذا انتقلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلاحظ أن المرأة حتى في مكة المرأة شاركت في الهجرتين في الحبشة، وتكاد تجد قائمة كبيرة جدا في الهجرة الحبشية الأولى والهجرة الحبشية الثانية، هجرة الحبشة الثانية والأولى. وكذلك ستجد مواقف للنساء في هجرة إلى المدينة، بل بعضهن تعرضن لكثير من الإشكالات والصراعات والمعاناة، ولكنهم مع ذلك ذكرن في الهجرة. ثم ذكرن كذلك مع أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على النساء القتال ابتداء، يعني الله سبحانه وتعالى جعل موضوع القتال هو المرأة تشترك في أصل الجهاد اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي آمرة بالمعروف في محيطها، ناهية عن المنكر في محيطها. لكن لما ينتقل هذا الأصل إلى القتال الله سبحانه وتعالى ما أوجبه على النساء، ما أوجبه، لكن قد يجب عليهن في حالات، هذه مسألة أخرى. لكن ستلاحظ أيضا شاركنا الصحابيات في مسيرة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم كممرضات كمطببات كساقيات كمشجعات على كل موجودات مع الجيش، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأزواجه حتى في الحروب. فهذا كله يعطينا الصورة الكلية عن أن المرأة حاضرة في مشهد الإسلام العملي في كل مواقفه. جميل. ستلاحظ بأن مثلا المرأة تكون حاضرة في مشهد الاستشارة كما كان في صلح الحديبية. اللي هي أم سلمة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن احلقوا وخلاص سنعود. وتردد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فأشارت إليه رضي الله عنها بقولها ابدأ بنفسك فإذا حلقت فإنهم يحلقون. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم فتدافع أصحابه بعده إلى الحلق. فهذه كلها الصورة هذه تعطينا مجال واسع جدا لقضية لقضية حضور المرأة في ساحات العمل الدعوي وفي ساحات العمل بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا انتقلنا إلى واقعنا المعاصر ستلاحظ أيضا المرأة الإريترية في مسيرتها في مسيرة العمل الوطني لا تكاد تجد المرأة غائبة عن أي مشهد من المشاهد، بل ربما لو قلنا بأن مسيرة التحرير حملت أعباءها بشكل كبير المرأة الإريترية فلا نكون مبالغين في ذلك. لأن عندما ينتقل الشخص العسكري إلى الميدان ويذهب إلى الميدان ويترك أطفاله، فإن عبء التربية وعبء الوضع المالي وعبء التعليم وعبء كل هذا كان يقع على إيه؟ يقع على الزوجة. وبالتالي هنا المرأة الإريترية منذ بدايات النضال تلاحظ بأنها كانت حاضرة كذلك في هذا الجانب، مربية حامية راعية، بل وصل بالمرأة الإريترية إلى ربما مشهد قد يكون ليس محل اتفاق عند الإريتريين، لكنها وصلت إلى أنها شاركت في القتال. نعم. يعني لما دخل الجيش الإريتري إلى أسمرة كان 30% منهم من النساء. هذه مرحلة ربما قد تكون
يعني متقدمة جدا أكثر مما هو مطلوب منها. نعم. فمعنى ذلك أن المرأة شاركت في كل الساحات، هذا غير ما يتعلق بالعمل الوطني، ونعرف كيف أن النساء كنا حتى في القرى فإن من يقومن بالطعام وتقديم الطعام للمجاهدين والمقاتلين هم أيضا النساء. فهذا جانب. لو جئت أيضا إلى قضية العمل الدعوي وخاصة في مخيمات اللاجئين، فقد برزت هنالك العديد من الجمعيات الخيرية والجمعيات النسوية والداعيات إلى الله سبحانه وتعالى والمربيات والمعلمات بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم وصلت المرأة الإريترية في كثير من الساحات بحيث يمكن أن نقول بأن العمل الدعوي في وسط النساء قد تقوم به النساء. أيضا شهدنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنالك في الآونة الأخيرة المسابقات العلمية التي تبرز فيها الفتاة الإريترية والبنت الطالبة الإريترية التي تقوم مثلا بحفظ القرآن الكريم. فإذا المرأة الإريترية بفضل الله سبحانه وتعالى هي حاضرة في كل هذه الساحات وتقوم بأدوارها الدعوية وأدوارها التربوية وأدوارها التنشئية فيما يتعلق بأبنائها وتربيتهم والاهتمام بهم. بل بعض النساء كما ذكرنا ربما يقومن حتى بالأعباء المالية، خصوصا من فقدت زوجها وترملت سواء في مرحلة القتال، مرحلة الثورة الإريترية أو ما بعدها. فالمرأة على كل مجاهدة ومكافحة في ساحتنا الإريترية بشكل كبير. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا الحقيقة التوضيح يعني وضعية المرأة عندنا يعني وأدائها حقيقة رائع عبر مختلف مسيرة العمل يعني الدعوي والعمل الوطني. لعله من المفيد فضيلة الشيخ أن نبين يعني حقيقة الموازنة التي يجب أن تكون حاضرة في سلم أولويات المرأة من حيث يعني الدور الدعوي الذي في البيوت، وكيف يمكن يعني أن تكون موفقة، لأن هذه من المهمات الأساسية، كيف توفق بين هذا وبين دورها أيضا إذا خرجت للعمل العام الدعوي أو العمل أيضا كممارسة لأن يعني مثلا تقتات أو تمارس أي مهنة من المهن. نعم. هو أولا دعنا نؤكد بأن النساء ليسوا سواء. نعم. يعني لا نستطيع أن نعطي حكما واحدا لكل النساء في العالم ولا لكل النساء في أي بلد من البلدان. والسبب في ذلك أن المرأة أحيانا قد تكون متزوجة وأحيانا قد لا تكون متزوجة، وأحيانا أيضا المتزوجة قد تطلق بعد زواجها وقد ترمل بعد زواجها. عندك المطلقات وعندك الأرامل وعندك المرأة المتزوجة، والمتزوجات أنفسهن أيضا منهن من لها أطفال ومنهن من ليس لها أطفال. هذه أيضا ستكون محل اختلاف. في إطار أيضا من رزقت بالأبناء، هنالك من أبناؤها لا زالوا صغار، وهنالك من أبناؤها الحمد لله تجاوزوا مراحل الطفولة وهم على كل يستطيعون أن يقومون بأوضاعهم الخاصة. كل هذا يجب أن يستصحب عندما نتكلم عن وضعية المرأة وكيف يمكن أن توفق هنا وهناك. لكن خلينا نقول ابتداء المرأة متى ما دخلت بيت الزوجية فالأولوية الشرعية لبيتها، هذه لا خلاف فيها. يعني الأولوية الشرعية هي لأبنائها ولزوجها ولترتيب بيتها، هذه أولوية رقم واحد. جميل. يعني هذه لا نستطيع أن نقول يتقدم عليها شيء آخر مهما كان. يعني هي أن تقوم بتربية الأطفال والاهتمام بهم وصناعة الجيل والقيام بواجبات الزوجية والقيام بالاهتمام بالبيت، هذا نفسه لا يقل بأي شكل من الأشكال عن أي مهمة خارج البيت. دي لا يجب أن لا تكون محل خلاف. طيب ربما ما شاء الله بعض النساء تستطيع أن تؤدي كل هذا بشكل مريح ودون أن تفرط فيه، لا تفرط في حقوق زوجها ولا في حقوق أطفالها ولا في ترتيب بيتها ولا في اهتمامها بوضعيتها، ولكن عندها فائض من الوقت بعد ذلك. هنا تأتي قضية قضية أنه يمكن لهذا النوع من النساء أن تخرج إلى ساحات العمل العام وقد تؤدي قد تؤدي أدوارا. أيضا ممكن نقول والله بعض النساء عندها أيضا القدرة على القدرة المالية، أو زوجها قد يكون له القدرة أيضا القدرة المالية قد لا تكون هنالك إشكال. فبعض النساء أيضا يمكن أن تجد عندها ما شاء الله أوضاعها في البيت أوضاع إشرافية، بمعنى هي تقوم بالاطمئنان على الأوضاع لأن عندها خادم وهي عندها أيضا عمل تتلقى من خلالها أيضا وضعا ماليا، فهذه أيضا قد تكون وضعية مختلفة. فعلى كل ما نؤكده بأن إمكانية الجمع بين الأعمال يكون ضمن تراتب الأولويات. الأولوية القصوى للمرأة في بيتها، ثم بعد ذلك في حياتها العملية الأخرى إذا عندها ارتباط
وظيفي بطبيعة الحال، إن كانت معلمة أو كانت طبيبة أو كانت ممرضة أو كانت مستشارة اجتماعية أو أي شكل من أشكال العمل على كل المتاحة للنساء، فإنها تحاول أن تسدد وتقارب، ولا حرج أيضا أن يكون لها برنامجها الخاص فيما يتعلق بتطوير ذاتها. هنا نحن لا نتكلم فقط أنه هي والله تريد أن تكون داعية، لا، قبل أن تكون داعية لابد أن تتعلم أولا. هي محتاجة إلى بناء قدراتها العلمية، قدراتها الدعوية، تأهيل نفسها. إذا استطاعت أن تؤهل نفسها بشكل صحيح وتعلمت بشكل صحيح ودرست بشكل صحيح، ستتحول بعد ذلك إلى أن تكون أن تكون متحركة فاعلة في المجتمع. لكن قبل ذلك هي ستحتاج إلى التأهيل. هذا التأهيل يمكن في تقديري أن تتقاسمه في مرحلة اللي هي مرحلة وجودها داخل بيت وداخل أسرة، أن يكون عندها من الأوقات ما تحدده لهذه الجزئية. وخصوصا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وسائط التواصل الاجتماعي يسرت للناس، بحيث المرأة حتى خروجها للخارج من أجل التأهيل والتعليم ليس مطلوبا. كثير من النساء مرتبطات، تجد المرأة في السودان ولا المرأة في تركيا ولا في إريتريا وهي مرتبطة مع برنامج موجود في الحرمين الشريفين. كثير من النساء تجد مثلا يرتبطوا ببرنامج ويسجلون في هذه البرامج. فهذه كلها قضايا متاحة بحيث الإنسان لا يحتاج إن شاء الله إلى الخروج. أيضا حتى من رزقها الله سبحانه وتعالى قدرة على الدعوة وعلى التعليم وعلى التأهيل من بيتها، أيضا يمكن أن تقوم بهذه الأدوار عن طريق الوسائط. فقضية فكرة الخروج التي كانت ربما في السابق تسيطر على الناس إنه والله المرأة وخروجها وكذا، اليوم لم تعد هذه. فيمكن للمرأة أن تعطي لدعوتها ساعة من اليوم تتواصل فيه مع بني جنسها، ترتبط فيه مع طالباتها إذا كانت عندها القدرات التعليمية والتربوية. بارك الله فيكم على حقيقة هذا التوضيح. ونحن نسير في هذا الموضوع الهام. كما لا يخفى أنه المرأة حقيقة في أريتريا بحكم الشتات حقيقة اللي أصاب شعبنا، فجزء منها موجود في حضن الوطن، وأخريات أيضا في أرض المهجر بمختلف دولها وقاراتها. ما الرسالة التي ممكن أن نطلبها سواء من الذين في الداخل أو من الذين في الخارج في حقيقة تحمل الرسالة الدعوية للمرأة أداء في مجتمعها؟ نعم، بارك الله فيك. المرأة على كل إذا صلحت صلح المجتمع، لأنها كما يقولون هي نصف المجتمع وهي من يصنع النصف الآخر، وهذه عبارة صحيحة في تقديرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء شقائق الرجال فهن يشكلن شقا للرجل. كثير من الناس يقولون إذا أردت، وهذه حاصلة الآن في كثير من الدراسات النفسية والدراسات الاجتماعية، يقولون إذا أردت أن تتعرف على الرجل وطبيعة سلوكه وأخلاقه ونمط حياته ونمط تفكيره لابد أن تدرس أمه. كيف كانت أمه من حيث التأهيل والتدريب والتطوير والنشأة وكذا، تستطيع أن تتعرف. لماذا؟ لأن المرأة هي القادرة بشكل كبير جدا أن تغرس القيم الأساسية في أطفالها. نعم. الرجل غالبا هو متواجد خارج البيت، وأحيانا لا يتيسر له كثير من الوقت مثلا لأن يكون متواجدا مع أبنائه بشكل مستمر. فنحن سواء كانت هذه المرأة في داخل إريتريا أو كانت في المهجر، نقول الجزء الأكبر من قضية التنشئة والتربية وخصوصا في مرحلة الطفولة يقع على المرأة. فلا بد أن تكون المرأة قادرة على أن تتعامل مع الطفل بشكل صحيح فيما يتعلق بالتنشئة الإيمانية على وجه التحديد. نعم. والتنشئة القيمية. فيقولون مثلا القيم الأساسية تربويا تنشأ في الطفل إلى سن 7. نعم. غرس الإيمان بالله، غرس قيمة الصدق، غرس قيمة الأمانة، بر الوالدين، إكرام الضيف، إكرام الجار. هذه القيم الكبيرة تغرسها الأم وهي وطفلها صغير في طفولته. فهذه المسألة لا بد أن تكون المرأة أولا مدركة شيء حتى لا تكون أيضا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت المرأة ليست عالمة بكتاب ربها، أو خلينا نقول على الأقل درست شيء من الكتاب، شيء من السنة، شيء من الفقه، عرفت شيء من السيرة النبوية، عرفت شيء من قصص الأنبياء، حتى تستطيع أن تغرس هذه المعاني كلها في أطفالها، فستكون المشكلة كبيرة جدا في تقديري. والأطفال تضيع عليهم فرصة الطفولة لعدم وجود هذا الجانب اللي هو جانب التأهيل والتطوير من قبل الأم. نعم. فالمرأة على كل مهمتها كبيرة وكبيرة جدا سواء في الداخل أو في الخارج. بارك الله فيكم على ما تفضلتم به فضيلة الشيخ. حقيقة
أشرتم إلى موضوع يعني استثمار الوسائل الحديث حقيقة، وكيف أنها توفر يعني جزءا هاما، ويعني وسائل متاحة توفر كثير من الجهد وكثير من العناء للمرأة. أيضا يا حبذا لو يعني مظلة العمل الخيري بمختلف حقيقة يعني مجالاته المختلفة، كيف ينبغي أن تكون المرأة المسلمة الداعية لها يعني حضور وتأثير فاعل في إصلاح المجتمع من خلال العمل الخيري الإسلامي والإنساني. بارك الله فيك. أنا في رأيي العمل الخيري والإنساني بالنسبة للنساء قد تكون الساحة الأوسع اللي يمكن أن يتحركن فيها. فهن الحمد لله اليوم النساء لم يعدن فقط دورهن دور التلقي، يعني يأخذن فقط، لا، اليوم النساء بفضل الله سبحانه وتعالى كثير منهن يعني يمتلكن الإمكانات المالية ويمتلكن القدرات، وعندهم الحمد لله ما يمكن أن ينفعن به الخلق، ولذلك هنا تأتي قضية أن والله كثير من النساء مثلا يعملن جروبات خاصة بهن أو مجموعات خاصة بهن، ويمكن أن يتكفلن بعض المشاريع. يمكن للنساء مثلا مجموعة نسائية في منطقة معينة أو حتى خارج المنطقة. يعني اليوم حتى المجموعات لم تكن مجموعات محلية فقط أو كما كان في السابق نساء الحي أو نساء المسجد أو نساء المنطقة، لا، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى المجموعات صارت عابرة للقارات. فهذه الوسائط هيأت للناس بحيث يمكن للمرأة وهي في مدينة من المدن قد لا يكون معها غيرها، ولكنها تستطيع أن تجعل وتجمع 1000 امرأة معها في مجموعة واحدة، وتأتي عملية التسويق وعملية المتابعة وعملية الترويج لبرامجها من خلال على كل هذه الوسائط. فأنا أرى في هذه المراحل يمكن للنساء أن يقومن بالكثير من الأدوار، سواء كانت الأدوار هذه أدوار تربوية أو كانت أدوار صحية أو كانت أدوار كذلك توعوية أو كانت أدوار تتعلق بتطوير وتأهيل المرأة في داخل البلاد أو خارج البلاد. كل ذلك يمكن أن تقوم به في تقدير المجموعات النسائية من خلال ما سميته بمنظمات العمل الخيري. حتى ليس بلازم أن عندما نتكلم عن منظمات العمل الخيري أن تكون هذه المنظمة كما كان في السابق منظمة مصدقة، لا، لم تعد هذه الآن شرطا أصلا في قضايا العمل الخيري، بقدر ما الشرط هو كيف تستطيع أن تصل بشكل مباشر إلى الميدان، كيف تصل إلى الميدان وكيف تستطيع أن تغطي حاجات الناس دون أن يكون هنالك أي عوائق على كل تحول دون الناس، وخصوصا في ظل البلدان القابضة والكابتة والدكتاتورية التي لا تسمح أصلا بالعمل الخيري ولا بالعمل الإنساني أو تحاول أن تسطو وتسيطر عليه. هنا ليس أمام العمل الخيري سواء كان عمل خيري نسائي أو كان عمل خيري رجالي، ليس أمامه إلا العبور المباشر اللي هو التعامل المباشر. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من النساء كل واحدة مثلا تنتسب إلى قرية، تنتسب إلى مدينة، تنتسب إلى قبيلة، تنتسب إلى منطقة، فيمكن أن تفعل بعض المناشط وبعض الأشياء تجاه هذا المكون الذي هي جزء منه أو المنطقة التي هي جزء منها. قد تساهم في صيانة مسجد، قد تساهم في فرش المسجد، قد تساهم في إيصال المصاحف، قد تساهم في الخلاء والقرآن. يعني المساهمات في تقدير كثيرة وكثيرة جدا. إذا أراد على كل إنسان أن يقتحم الأسوار يمكنه ذلك، ولا أتصور بأن الأمور اليوم بتلك الصورة التي يمكن أن تتحكم فيها الأنظمة على السماء وعلى الأرض. لا، الأمر ليس كذلك. هنالك كثير من المساحات يمكن للإنسان أن يفتح نوافذ إن شاء الله من الخير. وهذه الصورة تحديدا سبحان الله القرآن الكريم يعلمنا الفاعلية حتى لو كان الإنسان في قصر فرعون. يعني لا توقف عن الدعوة، لا توقف عن الصلة مع الله، لا توقف عن عمل الخير، لا توقف عن البحث عن، ولو كان الإنسان يسكن في قصر فرعون. كما كانت آسيا زوجة فرعون استطاعت أن تسحب نفسها. ويمكن للإنسان أيضا أن يكون في قصر أو أن يكون في بيت النبوة ولا يكون صالحا. فالإيمان هو هبة الله سبحانه وتعالى، يهبه لمن يشاء ويرزقه من يشاء، ولكن يتطلب ذلك القابلية أن الإنسان يكون نفسه خيرة ونفسه طيبة حتى يستطيع أن ينال هبة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة الحديث الشيق ويعني يطول بنا في كثير من جوانبه، لكن هنالك قضية حقيقة ربما يعني تؤرق العاملين في سلك يعني وفي حقل الدعوة، يعني عناية الدعاة بمختلف يعني حقيقة مؤسساتهم وبمختلف يعني الجهات التي يقومون بها.
كيف تقيم يعني حضور المرأة واهتمام بها من حيث تجهيزها، من حيث يعني حقيقة هذا المخزون الهائل للمجتمع، المرأة بهذا الحجم، يعني هل نستطيع أن نقول أعطيناها قدرها ومكانتها والفاعلية التي ينبغي أن تكون حاضرة كدعاة نحن يعني المهتمون بالعمل الدعوي؟ وإن كانت حقيقة رابطة علماء يعني المسلمين في أريتريا أوجدت ضمن يعني مكونها يعني وعضويتها يعني المرأة موجودة، لكن يعني هذه الأدوار في المجتمع الآن يعني كيف هي وكيف يمكن أن تكون للمستقبل حتى يعني تؤدي الرسالة المطلوبة؟ بارك الله فيكم. يمكن هذا يكون محور الختام. نعم. هو من الصعب أن نتكلم عن أنه والله المرأة استطاعت أن تأخذ وضعيتها الطبيعية، يعني لا زال أنا في تقديري هنالك الكثير من جوانب القصور، ولكن من الخطأ أيضا أن نتصور بأن من يمنح ويمنع الحق للنساء هو الرجال، هذا خطأ. الحقوق لا تمنح من الرجال ولا تمنح من المجتمع، أيضا دي قضية مهمة جدا، لأن الرجل قد ينحرف والمجتمع قد يكون منحرفا أصلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى موضوع الحقوق والوضعيات والمكنات، أي مكانة المرأة ومكنتها، أي مكانتها من حيث المنزلة ومقامها، وكذلك مكنتها بمعنى كيف نستطيع أن نمكن المرأة، هذه ليست مهمة الرجال بحيث والله يمنع النساء أو يمنحون، هذه إشكالية. وهن ينتظرن لا، الأمر ليس كذلك. نعم. يعني لا نتصور بأن الرجال لهم حق التشريع للنساء. نعم. ولا المرأة أيضا يجب أن تنتظر أن والله الرجل يشرع لها، لأن الرجل ليس الله في نهاية المطاف، هو عبد مثلها. نعم. يتلقى أوامر الله سبحانه. فكلا الرجل والمرأة يتلقيان حكم الله سبحانه وتعالى، هذه الأساس. جميل. ما هو حكم الله الممنوح للمرأة تأخذه. نعم. ولا تنتظر أن يمنحها الرجل هذا الحق. إذا عرفت حقها من خلال أهل العلم المؤتمنين أن والله هذا حكم الله في حقوق النساء، تأخذه وتباشر فيه وتنطلق فيه. ولا يستطيع، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يا سلام. هذا حق. مع أن الشارع فضل لها الصلاة في بيتها. نعم. لكن إن رغبت أن تخرج إلى المسجد ليس من حقك كزوج أن تمنعها من الذهاب إلى إلى المسجد، هذا حق من حقوقها. وكذلك ليس من حق الرجل أن يمنع المرأة أن تقوم بممارسة دعوتها، هذا حق من حقوقها، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر معلمة للخير متحركة في المجتمع بشكل إيجابي، هذا من حقوقها أيضا، بس بشرط ألا يكون ذلك على حساب أطفالها وأسرتها وزوجها وضياع. لكن إذا كان والله قائمة بكل حقوقهم ثم عندها من الوقت ما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأخرى، ليس من حقهم كذلك أن يمنعوها. فهذه كلها قضايا لا بد أن نتصورها. لكن أنا أقول حتى هذه اللحظة تشوب مجتمعاتنا الكثير من الإشكالات. نحن الآن بين طرفي نقيض. هنالك طرف ذهب بالمرأة وشطح بها سبحان، بحيث لا ضوابط شرعية ولا شيء، بحيث والله تندمج في كل الجوانب دون أن يراعي لها حرمة، دون أن يراعي لها شيء، مثل ما يحدث الآن مثلا في معسكر ساوى، هذا المعسكر الموبوء جدا الذي جعل للأسف الشديد البنات والأولاد يذهبوا إلى هناك. ومعروف نحن على كلنا الضوابط ليست بالشكل المطلوب، أنه في مراحل عمرية أن تكون هنالك فتاة أو البنات يذهبن بعيدا عن أهلهن ولا يبتن مع أهلهن، ويذهبن لفترات طويلة لمدة عام كامل في معسكرات ساوى، تدريب عسكري وتعليم وغيرها واحتكاك بالشباب. هذا طبعا لا تقره الشريعة، واضح؟ لكن يمكن كان أن يعالج هذا الموضوع بشيء آخر. إذا كان ولا بد من أنه والله المرأة تريد أن تدربها على أشياء معينة، يمكن أن تقام معسكرات محلية في نفس المنطقة تذهب الفتيات إليه ويعدن، وتكون الضوابط كذلك هناك أن من يقوم بهذا النوع من العمل نساء وليس ليس رجال. نعم. نحن هذا الجانب على كل شطح كثيرا. الجانب الآخر كما ذكرنا أيضا كان إلى وقت قريب ما يعطي أيضا ولا يتجاوب مع المرأة، بل لا يعدها شيئا، كما قال عمر بن الخطاب قال ما كنا نعد النساء شيئا، يعني في مكة ما كنا نعد النساء، إلى أن جاء إلى المدينة وجد نساء المدينة مختلفين في الطبايع، يسألنا ويأخذنا ويلاحظنا. فالمرأة في المدينة كانت مثلا وضعيتها اجتماعيا أفضل من وضع المرأة في مكة، فكانت المرأة في المدينة جريئة إلى حد كبير. فهذه الجوانب أيضا تراعى فيما يتعلق بأنه يعني مكنتها وإعطائها إن شاء الله حقها. لكن أقول الحقوق تنتزع
ولا تمنح يعني من أحد، إنما المانح للحقوق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح وهذا البيان وهذا الحديث الطيب حول قضية هامة لا شك تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الدراسات والحديث حتى يعني نكون بإذن الله قد أعطينا موضوع المرأة بأهميته ما يستحقه من التوضيح وإبراز حقيقة دور المرأة. وكما سمعنا أن المرأة هي يعني نصف المجتمع وهي من يعد نصفه الآخر. فإن شاء الله تعالى نكون قد أطللنا إطلالة تبين كيف كانت المرأة وكيف المرأة الأريترية يعني يجب أن حقيقة تكون حاضرة ومؤدية رسالة دعوية ورسالة هامة تخدم حقيقة قضيتها وتخدم الإسلام والمسلمين في بلادها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نشكر لكم حسن المشاهدة والاستماع، كما نشكر فضيلة الشيخ ما تفضل به من طرح يعني إيجابي وفق ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن تكون عليه المرأة من أدوار إيجابية. إلى لقاء نلتقيكم قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر